السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا بقى طالعين من رمضان زهقانين من كل الاكل. مين هيبقى معايا بقى ان احنا خلاص زهقانين من الاكل وعايزين بقى حاجات حادقة كده نحدق بيها، زي الرنجة والفسيخ. احنا عملناهم النهاردة بصراحة بطريقة حلوة قوي، وكان ما شاء الله الفسيخ حلو قوي زي ما انتم شايفينه معايا كده. طبعا بقى مش هقول لكم بقى مين اللي بيحب الاكله دي، كلنا بنحب الاكله دي او معظمنا. خش بقى على الطريقه، كلنا بنحب الرنجة او بعضنا. بس كل مشكلتي بقى الرنجة، يعني الفسيخ بننضفه عادي، مشكلة الرنجة معانا انها بصراحة بتبهدل البوتاجاز. يعني ما بتبقى نعمل البوتاجاز كده حتى لو غسلناه، كل ما بنولع البوتاجاز بيدي دخنة وريحة الرنجة وبتقلب الدنيا. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنشويها بطريقة سهلة وتوفر علينا، ما نوسخش البوتاجاز بتاعنا خالص. انا هجيب صينيه مش هتهنا اي حاجه واحطها على النار تسخن معايا كويس، وابتدي احط عليها الرنجة. ولا هتهنها ولا احط فيها اي حاجه، هي الرنجة بتنزل السوائل اللي فيها فبتبقى سهله في الشوي. زي ما احنا شايفين كده، انا جبت الصينيه وسخنتها وقمت حاطه عليها الرنج. في تنظيف الصينيه بيبقى الموضوع سهل عن البوتاجاز. بتحطي على بال ما بخلص بحط فيها شويه ميه بتبوش، وبعد كده بغسلها مع الاطباق بتاعه الزفاره بتاعتنا. انا هحطها على الوجهين كده، كل وجه شويه، ومش هنكتر ما نتكاش عليها قوي في السوا، علشان ايه ما تفككش قوي مننا. انا زي ما شفتوا كده بدأت يدوب الجلد بتاعها يتلسع ويتشوي معايا ويبدأ يقشر، هبدأ اقلبها على الوش التاني. سهلة وبسيطة اهيت، وما بهدلتش البوتاجاز ولا هيبقى لها علاقة خالص بالبوتاجاز. هنحطها برضو شوية. طبعا الحاجات دي بتبقى سهلة جدا وحلوة، وفي نفس الوقت معظمنا بيحبها. واحنا الصراحة طالعين من رمضان زهقانين جدا من كل الأكل، فقلنا نحدق بقى. احنا اتأخرنا شوية في عمايلها، لأن احنا صمنا رمضان وبعدها كملنا الستة اللي هما من شوال، فيعتبر العيد بتاعنا لسه يدوبك النهاردة. زي ما احنا شايفين كده، قلبناها على الوجهين اللي بتستوي معايا، باخدها بقى اطلعها بعيد عن النار. طبعا احنا مشغلين الشفاطة علشان الريحة. وهتستوي معايا بقى كده، وابدأ ايه اشيلها اللي تستوي اركنها معايا ونشوفها. تمام كده، تمام معايا هي بكل سهولة وما فيهاش اي حاجة. هناخدها بقى نركنها معايا، وبعد كده بقى ايه نبدأ ننظف فيها. طبعا انا مجهزة الطحينة، الرنجة بتحب الطحينة. انا خلصت بقى البتاع، جبت مفرش، خلصت الشوي. جبت مفرش بقى من بتاع الترابيزة اللي احنا او بعد ما نستخدمه، بعد كل استخدام بنرميه علشان ما نزفرش الدنيا ونبهدل الدنيا. ايه، هنجيب بقى الرنجة بتاعتي وابدأ اقشرها من الجلد واحدة واحدة كده. هي طبعا سخنة مش عارفة امسكها، انا ما استبرتش عليها لما تبرد صراحة. إيه، الرنج كده هنقشرها من القشرة بتاعتها بكل سهولة، بتطلع معايا بسهولة جدا. وهبتدي بقى اقطع برضو الراس بتاعتها كده، نحاول ننضفها لان احنا هنحطها ان شاء الله تبقى في الطبق على الاكل على طول. هجيب بقى المقص بتاعي يسهل لي الدنيا شوية، اقطع الراس، مش محتاجين منها حاجة ونرميها. وابدأ كده افتحها، اقطع بس الحتة اللي هي بتبقى ماسكة من الراس ديت علشان تسهل لي الدنيا في ان انا افتحها بصباعي كده. ابدأ افتحها كده من النص، اللي هي الناحية اللي بتبقى فيها البطروخ، نطلع البطروخ بتاعها. طب كويس، البطروخ بتاعها طلع معانا من اللي هو المخرز ده. انا بحب البطروخ المرمل صراحة. بقى البطروخ اللي هو الناعم ده انا ما بحبوش، في ناس تانية بتحبه انا ما بحبوش. فالرنجة بتاعت الحمد فيها طلع فيها النوعين صراحة. الرنجة بقى اهم حاجة بس نجيبها دلعة علشان ايه ما تعطشناش وتقلب لنا اليوم. طبعا اللي من المكان اللي بتجيب منه بتبقى واثقة فيه، او في انواع رنجة كده مميزة بتقول انا عايزة دلع، بيديك الرنجة الدلعة. انا الرنجة بتاعتي طلعت دلعة معايا. بعد ما خلص قصقصتها فتحتها كده وابدا اشيل الشوك الرفيع، وبيطلع معايا بكل سهولة لان ما اتكتش عليها قوي في الشوي. كل ما بتكيش عليها قوي في الشوي بتلاقي الشوك بتاعها بيطلع معاكي بكل سهولة. هننضفها كده من الشوك الرفيع زي ما اتفقنا ان احنا عايزين نجهزها على الاكل على طول. ايه، ما نقعدش ننضف صراحة واحنا بناكل. ونشيل برضو القرش اللي بيطلع معايا بكل سهولة. وبعد ما خلاص نضفتها نبدأ نقطعها برضو قطع كده عشان تبقى سهلة معايا، وابدأ احطها في الطبق. القطعة اللي خلصها احطها في الطبق معايا. ما شاء الله كانت حلوة جدا وريحتها كانت حلوة قوي. نبدأ نحط الحتة اللي نخلصها في النظافة، او نشيل منها الشوك زي ما احنا شايفين كده، نعملها.
طبعا انا عايزه بقى تكتبوا في الكومنتات، واللي مشتركش في القناه بتاعتي يا ريت يشرفني فيها ويتفرج على الفيديوهات بتاعتي، ان شاء الله تعجبكم. تبقى فيها حاجات بسيطه وسهله، وان شاء الله انزل لكم طريقه عمايل الفسيخ ان شاء الله على شم النسيم، لان انا ما صورتش صراحه تخليل الفسيخ. هنبدا بقى نشيل الشوكه تاني كده من النص، بمجرد ما بشيل الشوكه بتاعه النص دي بتلاقيها ثبت من بعضيها وسهله في التنظيف زي ما احنا شايفين كده. حاجة سهلة وبسيطة. هي بتاخد بس معاكي بس غلبة كده وانت بتنضفي، بس ما بتيجي بقى تاكلي بتبقى الدنيا سهلة وبسيطة، والكل بياكل كده بمزاج. طبعا انا عملت الطحينة بتاعتي، جبت شوية طحينة خام بس انا نسيت احطها في التصوير. جبت شوية طحينة خام وحطيت عليهم شوية زيت، وما بحط مزودلهاش مية، والتوابل بتاعتها، وخلاص على كده. هبدأ انضف معايا الرنجة كلها بالطريقة دي لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. زي ما احنا شايفين كده القطعة بقطعتها بقت مخلية تماما وزي الفل. هنبدأ بقى نجيب الفسيخ بتاعي. طبعا ده الفسيخ ده العشق بتاعنا وولادي، انا وبناتي بنحب جدا الفسيخ. هبدأ كده اقصقصه بالمقص بيسهل عليا الدنيا، واقطع الراس، ونجيب الخشيم كده نظبطها، وابدأ بقى القشرة الخارجية دي بشيلها عشان يبقى كويس. وبعد ما شلتها ونضفتهم بقى تمام معايا كده، ابدأ بقى اجيب المقص بتاعي، ومن النص كده ابدأ افتحها، امسك السمكية معايا كده وافتحها بالمقص، بيبقى معايا بكل سهولة، ما فيهاش اي صعوبة خالص في الفتح. ونبدأ نشيل بقى الحاجات اللي في القلب كده. اول ما بفتحها اشيل الحاجات اللي في القلب كده، انضف قلبها كويس، واشيل الحاجات اللي فيه دوت. طبعا دوت بقى مش مبقاش بطروخ ولا بتاع، احنا بنشيله بنستغنى عنه وبنرميه، مش زي الرنجة القلب بتاعها بيبقى فيه بطروخ بيتاكل عادي. شايفين ما شاء الله الفسيخة بتاعتي ناعمة وملحمة وحلوة جدا، وما شاء الله كان دلع جدا وحلو يعني. انا بحب الفسيخية اللي هي الوسط، لا تبقى حادقة قوي تعطشك وتزهقك من الفسيخ، ولا اللي هي الدلع الماء اللي ما بتحسيش بطعمه. يعني خير الامور الوسط كده. هبدأ بقى كده اسلك الشوكة الشوكة اللي في النص كده بصباعي كده، زي ما احنا شايفين الصباع كده الكبير، وابدأ اسلك كده الشوكة بتاعتي علشان نطلعها ما فيهاش اي فسيخ، وتبقى نظيفة، وفي نفس الوقت يبقى ايه سهلة في ان احنا ايه نشيلها. هبدأ اكسرها من تحت كده، وبايد اشد بيها الشوكة، وبالايد التانية اسلك بيها. طلعت معايا بكل سهولة وما فيهاش اي حاجة. هبدأ بقى كده من الشوك اللي على الجنب نبدأ نشيله واحدة واحدة كده. شايفين ما شاء الله الفسيخية لونها بينك وجميل ازاي. بصراحة كانت ملحمة وطعمها حلو قوي. الفسيخ الحلو بقى اللي تعرفيه اللي هو يبقى اللون بتاعه بينك كده، ما يبقاش ابيض. ده بيبقى بصراحة بيبقى كهرمان. هو ده زي ما بيقولك، ما احنا بيقولوا ما عملنا من الفسيخ شربات، على اساس ان اللون بتاعه بيبقى وردي كده. هبدأ بقى اشيل الشوك كده من الجوانب، والحتت الزايدة اللي احنا مش محتاجينها هنشيلها. المقص طبعا بيسهل عليا الدنيا خالص في التنظيف. وابدأ كده اقطعها، عايزة تخليه من الجلد اخليه، لكن انا صراحة ما بخروش من الجلد عشان احس كده القريب بالفسيخ وانا باكله. هبدأ كده اطلعه. شايفين ما شاء الله اللون الوردي بتاعه وملحم وجميل تحفة، كانت ريحته بصراحة قلب الدنيا. هبدأ بقى لو في شوكة زيادة ولا حاجة أبدأ أشيلها، وأبدأ بقى أرصه معايا في الطبق كده بعد ما نضفته بقى زي الفل، على جاهز على الأكل. نبدأ بقى نقصقصه كده علشان يبقى الدنيا سهلة معايا، وتبقى القطعة بقطعتها كده أعرف أشيله وأنا إيه باكل وأتحكم فيه. هنشيل بقى الحتت اللي هي الزايدة ديت، لأن مبيبقاش فيها لحم وبتاع، بيبقى شكلها إيه مش لطيف. هنجيب برضو المقص بتاعنا نشيل بعد ما بنشيل الشوك، ونبدأ نشيل الزيادات اللي هنا دي. كل تفصيلة بنقولها لكم علشان تاكلوه كده وانتم مرتاحين، وساعة الأكل بقى ما نقعدش ننضف ولا نشيل ولا نحط، يبقى داخل على السفرة كده واحنا بناكله تمام، ومفيهوش أي إن احنا نقعد نشيل بقى شوك ولا أي حاجة. هنجيب بقى المقص والحتت الزايدة دي أبدأ أشيلها بعد ما بشيل الشوك كويس. طبعا الأكلة دي بتبقى مشهورة جدا بعد رمضان، بقى الناس بقى طالعة كده زهقانة وعايزة أتحدى، وفي شم النسيم يمكن أكتر الأوقات اللي بنحتاج ناكل فيها الأكلة دي. بعد ما نضفته كده بلم بقى الورقة بتاعت المفرش وبلمه، ولا أكن كان في زفارة ولا أي حاجة. هي كل الحكاية الصينية حطيت فيها شوية مية بتبوش، وما خدتش مني والله غسيل ولا أي حاجة. هجيب بقى طبق كده وأحط فيه الليمون، نبدأ نعصر الليمون كده اي كمية بقى تناسبك دوت، ما فيهاش مقدار. انا جبت شوية ليمونات حلوين كده، وبالمصفى بصفيهم علشان يبقى سهل في العصر كده، والبذر يبقى في المصفى ويبقى تمام معايا. نعصر شوية ليمون حلوين كده، لو عندك العصارة عصري على طول.
لكن انا العصاره بتاعتي مش مظبوطه، فجبت الصفايه كده وبنتصرف يعني بنمشي الدنيا. وهنجيب الخل نحط حوالي ربع كوبايه مع الليمون زي ما احنا شايفين كده عشان نعمل الصوص اللي هنحطه على الفسيخ والرنج. وهنجيب كده 3 4 معالق زيت ونقلبهم، ونجيب بقى المعلقه ونرشش شويه على الفسيخ وشويه على الرنج. بس كده يبقى ده اللي عملنا الدريسنج بتاعته، وقطعنا شويه طماطم وشويه بصل وشويه خيار، وبقى تمام. ايه رايكم بقى في الاكله الحلوه دي؟